دي الطريقة اللي بعلم بيها بنتي عن الفلوس. كل أسبوع بديها 100 جنيه في يوم ثابت في الأسبوع، والمبلغ برضو ثابت، مش لو عملت حاجة حلوة بديها أكتر أو لو عملت حاجة غلط بديها أقل. بنقسم 100 على 3 أجزاء بتكنيك 10 40 50، يعني 10 جنيه في جزء الجيفنج، ودول بنطلعهم كل شهر بنديهم لناس محتاجاهم، و40 جنيه في جزء السيفنج، ولازم نكون حاطين هدف بنحوش ليه. احنا مثلا كاتبين على الأكريليك إننا بنحوش علشان نجيب فايولين، علشان عايزة تبدأ تتعلم عزف الكمانجة في الأجازة. وآخر حاجة 50 جنيه هتصرفهم زي ما هي عايزة، بس متفقين على حاجة بفكرها بيها قبل ما تصرف، إن المصروف لو خلص كله النهاردة مش هينفع تاخد تاني بداله غير يوم الجمعة الجاية في ميعادنا الثابت، ومش بنغير كلامنا ده خالص. وده اسمه الفاينانشال ليترسي أو محو الأمية المالية. الفكرة هنا مش في المصروف كام خالص على فكرة، لكن في العقلية والمايند سيت اللي بنأسسها في الطفل من صغره. والنتيجة اللي لاحظتها وبسرعة على فكرة إنها بدأت تفكر كويس جدا قبل ما تجيب حاجة، وبدل ما كانت بتختار تجيب كل حاجة عجباها وخلاص، بقت بترتب أولوياتها، وبقت تقول لنفسها لو جبت ده مش هيبقى معايا أجيب الحاجة دي اللي أنا عايزاها، يبقى بلاش وهأجل ده للمرة اللي جاية. وده من نفسها على فكرة، ومن غير ما نتخانق على أي حاجة، لأننا كأننا اديناهم هم السلطة إن دي فلوسكم وانتم المسؤولين عنها، وهتتحملوا نتائج الصرف بتاعتكم. ابعتوا لنا في الدي ام حالا واطلبوا ماي ميني بانك